امتياز مصري. ملايين المصريين عمرو اديب هو مصر بالنسبه لهم، خارج مصر او داخل مصر. انت قلت انك محمي بالرئيس محمد حسني مبارك. ده صحيح. في ناس بتقول ان علشان خاطر علاقه الاستاذ عماد الدين اديب بالرئيس علاقه كويسه، فهو الواسطه يعني، خلينا اقول. ولكن انا مش مقتنعه بالكلام ده. اشمعنى انت يا عمرو مضلل عليك الرئيس؟ مش مدلل عليها الرئيس. الرئيس يرفض ان في بعض الاحيان بعض الناس تبطش بالناس لمجرد مزاجهم. يعني الرئيس عايز التجربه دي تبقى مكمله. الراجل ده في عهده ولا صحفي دخل سجن، وانا بعتبر صحفي، انا عضو نقابه صحفيين يعني. بس ممكن مذيع ما يطلعش على الهوا. ما حصلتش. هو ما يحبش يتكسر قلم ولا ميكروفون، ما هي القلم زي الميكروفون. لا يعني. انا لا اقصد الرئيس يعني بالجمله، بس انا قصدي اقول لو حد مثلا مزعج للسلطات ببساطه جدا ممكن. هو الرئيس مش عايز كده، مش عايز في عهده ده يحصل. مش عايز في عهده يقول انه الراجل ده قعدوه في البيت، الراجل ده ما اتكلمش، الراجل ده سكت، الراجل ده اخرسوه. ما ممكن في ناس على فكره في حاجه في مصر دلوقتي جديده اقول لك، اصل بالك جايز ما بتزوريش مصر كتير. انا ممكن اعرض عليكي حاجه تاخدي فيها قرار، وممكن اعرض عليكي حاجه تاخدي فيها قرار تاني. ودول يعني الدوله الاندلسيه دي كلها سقطت بطريقه العرض. احنا عندنا رئيس فيه ميزه لطيفه جدا، انك تروح تعرض عليه تقول له يا فندم والله الواد ده امبارح طلع بتاع مش عارف ايه. فهو من النوع اللي ممكن ياخد الكلام ده ويسال هو الواد ده قال ايه امبارح؟ طب هاتوا لي السي دي، طب كلموا لي فلان، طب شوفوا او ممكن يكلم فلان ده، هو الواد ده ممكن الرئيس يكلمه انت قلت كذا كذا. رجل يتحقق. بس دي مسألة مهمة. عمرو، هل صحيح ان سيادة الرئيس تدخل ان هو ما يوقفش القاهرة اليوم؟ كان القاهرة اليوم هيتوقف تصويره من مصر او هيتوقف عرضه نهائيا؟ لا ابدا. هو كان في خلاف مع مدينة الانتاج الاعلامي. خلاف مادي. كان في ديسمبر اخر كل سنة بتيجي المدينة تحسب حساباتها والاخر. والاخوة في المدينة قرروا ان هم ياخدوا قرار ان هم يقفلوا الاستوديوهات بالجنازير. وكان لاول مره من 13 سنه القاهره اليوم لن مش هيطلع. فالرئيس قال خلوهم يطلعوا وبعدين يتحاسبوا معاهم. مين اللي اشتكى للرئيس؟ مش انا. بس طلعتوا في نفس اليوم ما وقفش. ده صحيح. بتبص ازاي لمبدأ من خاف سلام؟ لا مش انا، يا ريت. ده لوم اقرب الناس ليا كلهم اللي حواليا، يعني امي مراتي عيالي. انا مش من خاف سلم. لا. هل في مره جات لك اوامر انك ما تتكلمش في كذا؟ اوامر صريحه عمرو ما تتكلمش في كذا؟ لازم تنصاع. لا ما انصعتش. طب الجهه الامنيه او الجهه العليا اللي ممكن تقول لك ما تتكلمش في كذا او ما تجيبش سيره كذا وانت تتكلم، بعد كده بتبقى طريقه المعامله معاك ازاي؟ نقعد نزعق. نقعد نزعق وقت طويل يعني. نزعق يعني. نزعق صريخ، بنزعق جوه البرنامج، نزعق وانا على الهوا. لا بنزعق وانا على الهوا. يعني بعد ما الخبر ده اتقال كان فيه صريخ، كان فيه زعيق، وانا قلت لك حرام عليك ليه كده. مين الشخصيات اللي بتخشى انك تهاجمها في مصر؟ او اللي هي خليني اقول بعيدة عن النقد، يعني ما ينفعش انك انت تنتقدها؟ خط احمر لعمرو اديب. الرئيس. برقابة ذاتية ام رقابة خارجية؟ لا ذاتية. بصي كله ذاتي، مفيش حاجة خارجية. انت مطلع على بص انت عارف ان في رقابه ذاتيه بس في رقابه بتفرضها علينا برضو المحطه، سياسه المحطه اللي احنا شغالين فيها او سياسه بلدنا او بص هقول لك انت تو ما انت على الهوا مفيش رقابه. الكلمه اللي بتطلع زي الرصاصه ما بترجعش تاني. ممكن تدخل في صاحبها. لا ترد لك تاني على طول طبعا، تخبط في الحيطه وترجع لك تاني. مفيش رقابه. وبعدين ما هو يا ستي لو كان في رقابه ما كان حياتي دلوقتي بقت لطيفه وبعمل برنامج اثار. أنا رجل بلا رقابة وبلا ضوابط خالص. ممولين قناة أوربت؟ مش ممولين، أصحاب قناة أوربت. الشركة بيتدخلوا لمنعك أو بيقولوا لك سقفك يا عمرو، إحنا سياسة محطتنا لهنا، ما ينفعش إنك أنت تعدي السقف ده. عيالك اسمهم إيه؟ وبنتك اسمها جودي
وحياة جودي ونور وخالد ولادي 3 يعني. انا صاحب المحطه بتاعتنا ده بيكلمني مرتين، مره في العيد الكبير، مره في العيد الصغير، بس كده. يقول لي ازيك، عامل ايه، عايز حاجه، العيله اخبار ايه. وارد ان ممكن مثلا يحصل انترفيو كويس زي بتاع خالد مشعل او حاجه، يتصل يقول لي. انما لم يبص طوال ال 13 سنه ان اتصل هذا الرجل على الهواء او بعد الهواء وقال لي انت عملت كده ليه. غريبة 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 ان مواضيعك اللي ممكن كمان تتخطى حدود بلدك لحدود بلاد عربية اخرى، غريبة ان سياسة المحطة ما بتتدخلش خالص.